بيبدأ فيلمنا بملك قيمة أجامemnon اللي بيكون بيحكم أكتر بلاد اليونان، معانا مدينة فاسيليا اللي بيكون ده الحاكم بتاعها، وعلشان ياخدها بيعرض عليه إن هو يجيب أقوى محارب من عنده، وأجامemnon هو كمان بيجيب أقوى محارب من عنده، ولو محارب مدينة فاسيليا هو اللي كسب أجامemnon هيسيب له المدينة كلها. أما بقى لو محارب أجامemnon هو اللي كسب هياخد مدينة فاسيليا بالجيش بتاعها، فبيوافق حاكم مدينة فاسيليا وبيجيب أقوى محارب عنده، وأجامemnon بيجيب محارب اسمه أكيليس اللي بيكون أقوى محارب في اليونان كلها، وبتبدأ الحرب ما بينهم، ومن أولها كده أكيليس بيضرب المحارب التاني في رقبته وبيموت، فبيدي حاكم فاسيليا صولجان لأكيليس علشان يسلمه لأجامemnon، بس أكيليس بيرفض وبيقول له إن هو مش الملك بتاعه علشان يسلمه له، وبنفهم إن أكيليس مش بيحب أجامemnon. وده بيكون ملك سبارتا واسمه مينالوس، وبنعرف انه اخو الملك اجامemnon، وبيكون الملك مينالوس عامل معاهدة سلام مع ملك مدينة طروادة، وبيكون مجتمع مع امراء طروادة باريس واخوه هيكتور، وبيحتفلوا بالمعاهدة اللي بينهم. وبنشوف مرات مينالوس اللي بيكون اسمها هيلينا، وهي بتسيب الحفلة وبتطلع لأوضتها، وبيطلع باريس وراها، وبنعرف اللي هي محبتش جوزها وبتحب باريس، وهو نازل من عندها بيشوف اخوه الكبير هيكتور وبيكون شاكك فيه وحاسس ان هو على علاقة بيها، وبيقول له ان مينالاوس حاكم قوي وكمان اخوه الملك اجممنون، وبيحذره بان لو هو عمل حاجة تأذي طروادة هيقتله. وبعدين بنشوفهم هم على سفينة في البحر، وبيتكلم باريس مع هيكتور وبيقول له انت هتحميني مهما حصل، وما بيفهمش هيكتور ليه اخوه بيسأله السؤال ده، بس بيفهم لما باريس بيدخل يجيب هيلينا من السفينة، وبيكون اخدها معاه علشان يتجوزها. وفي نفس الوقت ده بيكتشف مينالاوس ان هيلينا مراته هربت مع باريس، وبيفكر ان امير طروادة ضحك عليه علشان يجيبه بلده ويسرق مراته. ونرجع تاني لهيكتور اللي بيكون متعصب جدا من اللي اخوه عمله، لانه عارف ان ده مش هيعدي على خير، وبيقرر انهم يرجعوا طروادة ويحكوا لابوهم على اللي حصل، وهو يقرر يعمل ايه. وبنروح لمينالاوس اللي بيروح لاخوه الملك اجامemnon وبيحكي له على اللي حصل، وبيقول له ان زوجته هربت مع باريس، وبيطلب مساعدته بانه يجيبها له علشان ينتقم منها. واخوه بيفرح جدا لانه من زمان بيتمنى يحارب طروادة ويضمها للممالك بتاعته، وبيقول له ان مفيش حاجة اسمها سلام. وبعدها بنشوفه هو بيتكلم مع الوزير بتاعه وبيعرفه ان هو هيحارب طروادة، بس الوزير بيعترض وبيقول له ان طروادة محصنة من كل ناحية، وان عندهم اسوار عالية ومفيش جيش في التاريخ عارف يدخلها. فبيقول له الملك انه هيحاربهم باكبر جيش في العالم، وانه هيجمع كل جيوش اليونان. فبيرد عليه الوزير وبيقول له انهم عشان يكسبوا الحرب محتاجين اكيليس معاهم، بس الملك اجامemnon بيرفض وبيقول له ان اكيليس بيكرهه وبيحارب علشان نفسه مش علشان بلده. فبيعرض عليه الوزير ان هو يطلب من الملك ايسيكا يقنع اكيليس انه يحارب معاهم لانهم اصدقاء من زمان واكيليس بيحترمه. فبيوافق الملك اجامemnon وبيبعت رساله للملك ايسيكا وبيعرفه فيها ان هو محتاج يسافر معاه لطروادة هو والجيش بتاعه، وانه محتاج منه كمان يقنع اكيليس انه يجي معاهم. وبنروح لاكيليس اللي بيكون واقف مع ابن عمه بارتكلوس، وبيجي له ملك ايسيكا وبيطلب منه انه يروح يحارب معاهم طروادة، بس هو بيرفض وبيقول له ان مفيش عداوه بينه وبينهم علشان يحاربهم. فبيرد عليه وبيقول له انت هتحارب علشان اليونان، وانهم هيروحوا باكبر اسطول بحري عارفه التاريخ اللي بيكون حوالي 1000 سفينه، وان الحرب دي اهم حرب في التاريخ، وانه لو حارب معاهم الناس هتفتكره 1000 سنه قدام. بيروح اكيليس لمامته علشان ياخد رايها في الموضوع، فبتقول له ان لو هو فضل في بلده هيتجوز ويستقر بس لما يموت ولاده مش هيفتكروه، لكن لو هو راح يحارب اسمه هيفضل موجود، على الرغم انها عارفه انه لو راح احتمال كبير ما يرجعش. وبنشوف السفن وهي بتتحرك وبنتفاجئ بوجود اكيليس معاهم، وفي نفس الوقت بيكون باريس اتجوز هيلين وراحوا طروادة، وبنشوف ملك طروادة اللي بيكون اسمه براين بيرحب بهيلينا. وبنشوف كمان بنت عمهم اللي بيكون اسمها فيزيس وبنعرف انها كاهنه. وبعدها بيتكلم هيكتور مع والده، فبيسأله والده هو ليه ما خدش هيلينا ورجعها للملك مينالاوس، فبيقول له ان لو كان عمل كده وراح برجله كان هيقتله. فبيعرض هيكتور على والده ان يبعت هيلينا في سفينه للملك، فبيرفض وبيقول له ان باريس عايزها، وما دام انه عايزها فهنخليها. فبيقول له انه زمانه راح لاخوه وحكى له اللي حصل وزمانهم جايين في السكه. فبيعترض والده على كلامه وبيقول له ان هو مش هيعرف يدخل طرادة اصلا، وان هو مستعد يدخل 1000 حرب علشان خاطر ابنه. ويرد هيكتور وبيقول له ان الجنود هم اللي بيحاربوا وبيموتوا مش هو. ونروح لباريس اللي بيكون بيقنع هيلينا انهم يهربوا من طرادة قبل ما الملك مينالاوس يهجم عليهم ويقتلهم، بس هيلينا بتقول له ان هو هيفضل يدور عليهم لغايه ما يلاقيهم ويقتلهم. وبيجهز جيش طرادة بالاسلحه علشان اول ما الملك يوصل يهاجموه. وفي الوقت ده بيكون هيكتور قاعد مع مراته وابنه، وفجاه بيسمع صوت انذار الحرب، ولما بيبص من الشباك بيتفاجئ بأكبر أسطول بحري شافه في حياته، أسطول بعرض البحر كله، وبيستخبى سكان المدينة كلهم وبيكونوا خايفين.
وبيكون اكيليس سابق الاسطول بمركب هو وابن عمه بارتيكلوس. وفي الوقت ده بيكون جيوش طرادة واقفين بيحموا المدينة، وبيمنع اكيليس بارتيكلوس انه ينزل معاهم يحارب. ومن هنا بتبدأ المعركة. بينزل اكيليس وجنوده من على الشاطئ وبيهاجموا جيش طرادة، بس هما بيرموا عليهم سهام، وبيستخبى اكيليس وباقي الجنود في الدروع، وبعدها بيهجموا على جيش طرادة وبيقتلوا الجنود اللي على الشاطئ. ويشوف هيكتور جيوش اجامemnon وهم نازلين خلاص من على الشاطئ، وبيلاحظ وسطهم راجل ضخم عمال يقتل في الجنود بتوعه. فبيبعت هيكتور شويه من جنوده يحاربوا جنود اكيليس، وبيروح هو لاكيليس علشان يحاربه. وبيكون اكيليس في الوقت ده وصل لمعبد ابولو وقتل الجنود اللي هناك، وقدر يدخل المعبد هو وجنوده وكسب التمثال كمان. وبيوصل هيكتور، ولما بيدخل المعبد جنود اكيليس بيقتلوا جنوده، وبيشوف الكهنه مقتولين، فبيبقى عايز يحارب اكيليس. بس اكيليس بيطلع وما يفضلش يحاربه، وبيقول له انهم لسه في اول الحرب وان وقت قتل الملوك مش دلوقتي. وبيكون جنود اكيليس فرحانين باللي عمله ده كله، وبيفضلوا يندهوا عليه باسمه كتشجيع يعني. وبيتضايق اجامemnon طبعا. وبعدها بنشوف اكيليس وهو رايح يفك بنت عم هيكتور وباريس، وبيتعامل معاها بطريقه كويسه. وبعدها بيروح للملك اجامemnon وبيعرفوا ان هو مش جاي يحارب علشان هو جاي يحارب علشان اسمه يتذكر في التاريخ. فبيرد عليه وبيقول له ان النصر اللي حصل عند الشاطئ مش منسوب ليه، ومش جندي زيه اللي اسمه هيتذكر في التاريخ، واللي بيتذكر اسمهم الملوك مش الجنود. وبياخد الملك اجامemnon بيزيس من خيمه اكيليس، فبيتعصب اكيليس وبيطلع السيف علشان يقتل الجنود. فبتمنعه بيزيس وبتقول له ان هي مش عايزه حد يموت بسببها، فبيعين السيف وبيوعد اجامemnon انه هيقتله. وبنعرف انه بيحب بيزيس، وبنروح لمدينه طرادة وبنشوفهم هما بيحرقوا جثث الجنود اللي ماتوا. وبيكون في خلاف ما بين ترايم وباقي المسؤولين في الدوله على الحرب. فبيتكلم كاهن وبيقول له ان المعبود ابولو بعت لهم اشاره انهم هيكسبوا الحرب. فبيقول له هيكتور ان الاله ما ساعدهمش النهارده في الحرب. وبيقطع كلامه باريس اللي بيكون هو السبب في المعركه دي، وبيقرر انه هيحارب الملك مينالاوس، واللي هيكسب فيهم هو اللي هياخد هيلينا. وبعدها بيقعد باريس مع والده برايم اللي بيديله سيف الحرب بتاعته طرادة. ونروح لهيكتور ومراته اللي بتقنعه ما يروحش الحرب علشان خايفه عليه. فبيرد عليها وبيقول لها ان هو نفسه ما يحاربش تاني، بس لازم يكون جنب اخوه. وبعدها بيشوف هيكتور هيلينا وهي بتحاول تهرب، بس بيمنعها وبيفهمها ان هي مش السبب في اللي بيحصل ده، والسبب ان اجامemnon عايز ياخد طرادة، مش هدفه انه يرجعها معاه. وتاني يوم بيجهز الجيشين للحرب، جيش طرادة اللي بيكونوا واقفين قدام اسوار المدينه، وجيش اكيليس اللي بيكون مش عايز يطلع يحارب معاهم غير لما اجامemnon يعتذر له. وفي الناحيه التانيه هيكتور بيسال باريس عن قراره هل هيقدر يحارب مينالاوس، فبيرد عليه باريس وبيقول له ان هو اللي بدأ الحرب وهو اللي هينهيها. وبيوصل لهم جيش اجامemnon اللي بيحاول قبل ما يبدأوا الحرب يحلوا المشكله بطريقه دبلوماسيه بس لصالحهم طبعا. فبيقول اجامemnon لهيكتور انهم يسلموا هيلينا لمينالاوس وهو يحكم مدينه طرادة وميبقاش في حرب. بس هيكتور وباريس بيرفضوا طبعا، وبيقول له باريس انه هيحارب مينالاوس واللي هيكسب هياخد هيلينا. بس اجامemnon بيرفض طبعا، لان زي ما هيكتور قال هدفه انه يسيطر على طرادة مش ياخد هيلينا. فبيقول له مينالاوس بصوت بالراحه انه هيحاربه وهيقتله، وبعدها هيديله اشاره علشان يهجم على المدينه. فبيوافق اجامemnon وبتبدا الحرب بينهم هما الاثنين، وبيضرب مينالاوس باريس وبيوقعه على الارض. بس بعدها بيقوم باريس وبيحاول يضربه، فبياخد منه الدرع مينالاوس وبيعوره بالسيف في رجله، وبيكون خلاص هيقتله. بس باريس بيجري وبيروح لاخوه يتحمى فيه. فلما مينالاوس بيشوف اللي بيحصل ده بيقول لهيكتور ان لو باريس ما قامش يكمل محاربته هيعني ان طرادة خسرت وهيحتلوها. فبيسحب هيكتور سيفه وبيقتل مينالاوس بيه من غير كلام، وبيهجم اجامemnon وهو وجيشه على هيكتور. فبياخد هيكتور باريس بسرعه وبيدخلوا المدينه، وجيش هيكتور بيضرب على الجيش اليوناني سهام. وبيكون شايف كل ده اكيليس اللي بيكون متضايق على اللي بيحصل للجنود. وبيشوف هيكتور الراجل الضخم وهو بيقتل جنود طرادة، فراح هيكتور علشان يقتله. بس الراجل الضخم بيوقعه من على حصانه وبيكسر ضلوعه، بس هيكتور مش بيستسلم طبعا وبيضربه في وشه، وبعدين بياخد السهم وبيقتله بيه. وبيكون جيش هيكتور مستمرين في قتل جيش اجامemnon اللي بيكونوا فقدوا السيطره على جيش هيكتور. فبيقوموا اجامemnon الجيش ويرجع للشاطئ، وبدات الجيوش ترجع فعلا، وجيوش هيكتور فضلوا يجروا وراهم، فما قدمهمش حل غير انهم يضربوا جيوش هيكتور بالسهام علشان يحموا نفسهم. فلما شاف كده هيكتور طلب من جنوده انهم يرجعوا لمكانهم علشان ما يتقتلوش بالسهام. وبعدها الجيشين بيجمعوا الجنود اللي ماتوا علشان يحرقوا جثثهم، وبيتكلم اجامemnon مع اخوه اللي مات وهو بيودعه، وبيوعده انه هياخد له حقه وهيحرق المدينه قبل ما يمشي منها. وبيقعد مع قاده الجيش اللي بيقول لهم انهم عايزين ينهوا الحرب ويرجعوا اليونان، وان الجنود كانوا بيحاربوا عشان فاكرين انهم جايين يحاربوا عشان زوجة مينالاوس، وبعد ما مات مينالاوس فالحرب ملهاش لازمه دلوقتي. بس اجامemnon بيرفض وبيقول لهم ان هو مش هيرجع غير لما يجيب حق اخوه. فبيقول له واحد منهم انه يعتذر لاكيليس ويرجع له بيزيس عشان يرجع يحارب معاهم تاني. فبيرد عليه اجامemnon وبيقول له ان بيزيس مش معاه اصلا، وان اخدها منه عشان يضايق اكيليس. وفي الوقت ده الجنود بيكونوا بيضربوا بيزيس، وبيجي اكيليس بيدافع عنها وبياخدها معاه علشان يعالجها. وبعدها بينام اكيليس وبتحاول بيزيس انها تقتله، وبيصحى فجأة وبيقول لها اقتليني. فبترد عليه وبتقول له لو قتلتك الحرب هتنتهي.
لكنها متقدرش تنفذ كلامها. وتاني يوم بيقول اكيليس لواحد من الجنود يجهز السفينه عشان يرجعوا بلدهم. ولما ملك اسكا بيعرف ان اكيليس هيرجع اليونان بيتكلم معاه وبيطلب منه ينضم ليهم في الحرب، وبيجيبها له من ناحيه ان الجنود محتاجاه. بس اكيليس بيكون مصمم على قراره، وبيعرف بارتكلوس باللي اكيليس عايز يعمله وبيتضايق جدا. فبيقول له ان هم المفروض يكونوا موجودين معاهم عشان يدافعوا عن اليونان، وبيتهم ان هو خاين. فبيمشي اكيليس وبيسيبه ونروح لبرايم ملك طروادة اللي بيكون قاعد مع قادة الجيش، وبيتكلم الكاهن وبيقول لهم ان المعبود ابولو قال له يهجموا على اجاميمنون وجيشه ويقتلوهم، وبيكون الملك موافق على كده ما عدا هيكتو اللي بيكون ملاحظ ان اكيليس ما شاركش في الحرب امبارح هو وجيشه، ولو هجموا على اجاميمنون في الخيمه بتاعته هيضطر اكيليس انه يشارك معاهم، واحتمال كبير انهم يخسروا المعركه. بس برايم ما هموش الكلام ده وامر هيكتو انهم يهجموا على اجاميمنون وجيشه وقت الفجر. ولما بيجي الوقت بيجهزوا جيوش طرادة ويبداوا يهاجموا جيش اجاميمنون، بيرموا سهام مولعه وقتل فيها نار على المخيمات بتاعتهم. ولما بيشوف كده اكيليس بيقرر يطلع يحارب معاهم، وبيفرحوا جدا الجنود بالقرار ده، وبتبدا الحرب بينهم. ويهاجم هيكتور اكيليس وبيضربوا بالسيف في رقبته، فبتقف الجنود مذهولين باللي بيحصل ومش مصدقين ان اكيليس مات بالسرعه دي. فبيشيل هيكتور الخوذه من عليه. ومفاجاه هنا انه بيطلع بارتكلوس ابن عم اكيليس ولبس لبسه عشان يطلع يحارب معاهم. وبعدها هيكتور بيقول لاديسيوس انه هيوقف حرب النهارده وكفايه كده، لانه بيكون متضايق ان قتل بارتكلوس. وبياخد الجند جثه ابن عم اكيليس عشان يرجع بيها. وبيشوف ملك اسكا فبيقول له انهم كانوا هيرجعوا اليونان النهارده، فبيرد عليه ملك اسكا ان بعد اللي حصل ده محدش هيرجع بلده. وبعدها بيشوف اكيليس الجنود وهي راجعه من الحرب، فبيقول لهم انتوا رحتوا تحاربوا من غير ما تستاذنوني. فبيرد عليه الجند وبيقول له احنا كنا فاكرين ان انت اللي بتقودنا في الحرب. فبيفهم اكيليس اللي ابن عمه لبس لبسه وخد الدرع بتاعه واخد الجنود وانتحل شخصيته. فبيسال الجندي على ابن عمه حصل له ايه، فبيقول له الجندي اللي هو اتقتل، وبيقول له ان هو كان لابس كل لبسه وبيجري زيه وبيقاتل زيه، فهو فكره اكيليس وبيعرف ان هيكتور هو اللي قتله. بيغضب اكيليس وبيدمع وبينتقم من الجندي وبيضربه وبيحاول يقتله. وبنروح لهيكتور اللي بيكون بيوري لمراته مكان سحري محدش يعرفه، وبيقول لها لو مات في الحرب تاخد ابنه ويهربوا منه، وبيعرفها انه قتل شاب صغير في الحرب. وبيقول لها قد ايه هو متضايق. وبنشوف اكيليس وهو بيعمل مراسم دفن ابن عمه، وبيلاحظ على اجاميمنون انه فرحان علشان كده ضمن اكيليس هيحارب معاه. وتاني يوم الصبح بيروح اكيليس عند سور المدينه وبيفضل ينده على هيكتور علشان يطلع يحاربه. وبيكون هيكتور مجهز نفسه اصلا، وبيودع مراته وبيقول لها تنفذ اللي هو قال لها عليه. ولما الجنود بيحاولوا يقتلوا اكيليس بالاسهم بيمنعهم هيكتور. وبيطلع بعدها لاكيليس وبيقول له ان اللي يعيش فيهم يضمن للتاني جنازه تليق بيه. بس اكيليس بيرفض كلامه ويبدا يهاجمه، والاتنين اقوياء وبيفضلوا في المعركه دي لغايه ما اكليس بيكسر رمح هيكتور. وبعدها بيكسر هيكتور هو كمان الرمح بتاعه وبيطلعوا سيوفهم. واثناء المعركه هيكتور بيقع بسبب طوبه، بس بيقوم تاني بسرعه، بس بيكون اضعف من الاول بسبب رجله. فبيقدر اكيليس انه يعوره بالسيف في رجله، وبعدها بيطعنه بالسيف في بطنه ويموت هيكتور. وبيربطوا اكيليس من رجله، وبعدها بيربطوا في العربيه اللي معاه وبيشدوا بيها لغايه ما يوصل للمدينه. ولما بيوصل بيلاقي بريزس قاعده بتعيط، ولما بتشوفه بتعرف انه خلاص قتل هيكتور. بعدها بيروح برايم لاكيليس ويبوس ايده وبيطلب منه انه يديله جثه هيكتور لانه عايز يعمل له جنازه ملكيه تليق بيه. فبيوافق اكيليس ويفضل يعيط علشان قتله، لانه كان عارف ان هو عنده طفل وانه ملك عظيم، بس كان مضطر يعمل كده علشان ابن عمه. وبيديهوله وبيقول له انهم هيوقفوا الحرب 12 يوم علشان مراسم دفن هيكتور. وبتطلع بريزس في الوقت ده وبيحررها اكيليس وبتروح مع برايم. ولما اجاميمنون بيعرف بالهدنه اللي عملها اكيليس بيتضايق جدا وبيفكر في استغلال الهدنه دي علشان يخدعهم ويدخل المدينه. وبيقول ان الملك بتاعهم مات والمدينه حزينه وده انسب وقت للحرب. وبيكون برايم في الوقت ده في مراسم دفن هيكتور. وبنشوف بعدها اكيليس وهو بيأمر المساعد بتاعه انه ياخد الجيش ويرجع بيهم لبلدهم. وبعد ما الهدنه بتخلص بيطلع ملك طرادة والجيش علشان يحاربوا جنود اجاميمنون، بس بيلاقيهم ميتين على الارض بمرض الطاعون، وبيكون سايبين تمثال على شكل حصان جنبهم. فبيقول الكاهن لملك طرادة انهم اكيد سابوا التمثال ده هديه للاله علشان يسيبوهم يرجعوا بلدهم وما يغرقوش في البحر. وبيقترح عليه انهم ياخدوا الحصان، بس باريس بيقول لابوه انهم هيحرقوا الحصان. فبيرد عليه ابوه ان هيكتور لما اهان الاله قبل كده اكيليس قتله، وانه مش مستعد يحرق الحصان ويشوف ابنه التاني وهو بيموت. وبيسمع كلام الكاهن وبيأمر الجنود انهم يدخلوا الحصان المدينه. وبعدها بتشوف واحد من جنود طرادة وهو بيراقب الشط لوحده، وبيشوف الجيش وهو مستخبي فبيحدفوا عليه سهم وبيقتلوه. وبنعرف ان الجنود لسه عايشين وده كان فخ ليهم، وبيدخلوا الحصان المدينه وبيحتفلوا انهم كسبوا الحرب. وبالليل بعد ما البلد كلها بتنام بنشوف اكيليس وملك اسكا وباقي الجنود طالعين من الحصان وبيقتلوا الجنود اللي بيحرسوا البوابات وبيفتحوا بوابات طرادة للجيش. وبيدخل الجيش المدينه وبيقتلوا باقي الجنود وبيقتلوا النساء والاطفال وبيحرقوا المدينه كلها، وبيجري كل اللي في المدينه علشان يهربوا. وبتطلعهم مرات هيكتور من المكان السري. وفي نفس الوقت ده بيكون الجنود واجاميمنون دخلوا المعبد وقتلوا الكاهن، واجاميمنون قتل برايم ملك طرادة.
وبيشوف بيريزس وبيكون هيقتلها، بس هي بتقتله بالخنجر اللي معاها، فبيكون الجنود هيقتلوها، فبيجي اكيليس وبيقتلهم. وفي اللحظه دي بيوصل باريس وبيضربه بالسهم في رجله وبيكمل ضرب عليه بالسهام، وبنشوف اقوى مقاتل في التاريخ وهو بيموت وبيودع بيريزس وبيطلب منها تهرب. وبعد كده باريس بياخد هيلينا وبيريزس ومرات هيكتور وبيدخلوا الجبل علشان يطلعوا من المكان السري. وبنشوف ملك إيسيكا بعد ما بقى حاكم اليونان كلها وحاكم طوادة، وهو الوحيد اللي عاش من كل الملوك، وهو عامل مراسم دفن الأكيليس صاحبه، وبيقول ان ليه الشرف انه عاش في وقت كان فيه إكيليس وهيكتور. وهنا بيخلص فيلمنا.